ينضم إلينا من دبي اختصاصي الأمراض الجلدية والتجميل الدكتور محسن قلعجي. أهلا بك دكتور محسن معنا في سكاي نيوز عربية. كيف يتم تشخيص سرطان الجلد وعلى ماذا يعتمد الطبيب في تشخيص المرض؟ الحقيقة سرطان الجلد بالنسبة لطبيب الجلد أول شيء هو الشكل، هو بناء على ملاحظة الطبيب للتغيرات الحاصلة بأي بقعة أو أي شامة موجودة على الجلد. التشخيص النهائي طبعا بيكون بالخزعة، ممكن يساعد على التشخيص شيء بنسميه نحن منظار الجلد، ولكن نرجع نقول التشخيص النهائي بيكون بحاجة لخزعة جلدية. دكتور محسن، يعني عادة ما نسمع أن الأطباء ينصحون بعدم التعرض لأشعة الشمس ما بين ساعات معينة خلال النهار، ولكن هل تقتصر فقط أسباب هذا المرض على التعرض لأشعة الشمس أم تتعدى هذا الموضوع ويعني تكون في يعني أسباب أخرى قد تؤثر أيضا على المرض؟ 90% من الأسباب سرطان الجلد متعلقة فعلا بالتعرض لأشعة الشمس. في ذروة معينة اللي هي نحن بنحاول دائما نقول إنه نتجنب التعرض ما بين الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. الشمس عمودية على الأرض، الشمس خلينا نقول الأشعة بالأذى الكامل لها. هذا هو السبب الرئيسي. في أسباب تانية طبعا بتتعلق بموضوع ضعف المناعة عند المريض، في أسباب بتتعلق أو عوامل خلينا نقول بالبشرة الفاتحة. حاليا عم ننبه كمان على موضوع التسمير أو البرونزاج اللي عم بيصير. الحقيقة صار شبه مؤكد أنه هالجلسات هي إذا كانت جلسات تراكمية غير محسوبة الجرعات عم بتؤدي لكونها أحد العوامل الخطورة أيضا بسرطان الجلد. دكتور محسن، اليوم بات نوع الطعام اللي عم ناكله بنقدر نتأكد من وجود المكونات فيه عن طريق تطبيق خاص. اليوم بدنا نتعرف على جسمنا أكثر عن طريق الهاتف الذكي. اليوم بجامعة ستانفورد اليوم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التعرف أو كشف سرطان الجلد، هل تعتقد أنه يسرع بالفعل من عملية الكشف المبكر؟ الحقيقة هي خطوة مهمة وجريئة جدا. هي بالبداية التطبيق اللي صار بجامعة ستانفورد اللي جمعوا أكثر من 130 ألف إيمج الحقيقة لأكثر من 2000 مرض. هلا هذا الموضوع بالبداية لمساعدة أطباء الجلد أنفسهم على تشخيص الحالات الصعبة أو التشالنجينج كيسز. لا زال عن طريق الكمبيوتر، ولكن رح يتطور أكيد اللي ينتقل للسمارت فونز أو الأجهزة الذكية. ممكن بالمستقبل القريب نشوفه أيضا بمتناول المرضى. ما رح يلغي دور الطبيب أكيد، ولكن خلينا نقول هو تصنيف ما بين الحالات السليمة وما بين الحالات محتملة الخباثة، بحيث المريض ما يتلكأ بمراجعة الطبيب بأسرع وقت. لأنه نحن بنعرف أنه إنذار المرض بالنسبة لسرطان الجلد بيختلف كتير ما بين المراحل الأولى، ممكن تكون نسبة الحياة بعد 5 سنوات 90%، ولكن المراحل المتأخرة ممكن تنزل هالنسبة لحد دون 15%. دكتور محسن، يعني نسمع أيضا كثيرا أنه من ضرورة التأكد من حالة الوحم أو الشامة الموجودة في الجسم إذا طرأ أي تغيير عليها خلال السنوات. إلى أي مدى أيضا هذا قد ينذر باحتمال أنه التعرض لسرطان الجلد في حال تغير شكل الشامة؟ بشكرك كثير على هذا السؤال. نحن دائما بننبه على موضوع الشامات او اي تغير بصير بالشامه. في علامات نحن بنرمزها بالاي بي سي دي اللي هي العلاقه بالتناظر. اذا كانت حطينا خط وهمي الآفة ما بين اعلى واسفل او يمين يسار، شفنا الآفة غير متناظره، الحواف غير المنتظمة، موضوع تغير الألوان أو وجود أكثر من لون بنفس الآفة، قطر الآفة أكثر من نص سنتيمتر. التغير هذا شيء كتير مهم. تغير أي شامة أو وحمة بمعنى أنه بلش يظهر فيها حكة أو صار فيها نزف، مفروض نراجع الطبيب فورا، ما نتلكأ نهائيا، لأنه هي ممكن تكون إحدى العلامات المنذرة بتحول الشامة لسرطان الجلد. طيب دكتور، وتمت عملية الكشف المبكر أو مثلا أثبت أو بين أنه في مع الشخص مرض سرطان الجلد، كيف تتم العلاج؟ أولى الخطوات. نحن بعد التشخيص وبعد إثبات التشخيص بالخزعة ممكن تكون العلاج هو علاج بسيط جدا، اللي هو استئصال بسيط يؤدي لشفاء تام، طبعا حسب نوع السرطان الجلد.
ولكن المراحل المتقدمة ممكن تحتاج بعد العلاج الجراحي لمعالجات شعاعية وأحيانا معالجات كيميائية. أحيانا نضطر نقول للمريض إذا كان المرض في مرحلة الانتشار. يعني الناس بتقول سرطان الجلد، ولكن سرطان الجلد ممكن ينتشر ويصل حتى للأحشاء. لذلك بنرجع بنأكد قد تكون المعالجة بالآخر القسم في الفترة الأخيرة هي علاج فقط معالجة تلطيفية. فالتأكيد أولا وأخيرا على الكشف المبكر، لأنه ممكن يعملنا وقاية من إجراءات كتير وعلاجات ممكن تكون غير مرضية للمريض بالنهاية. دكتور محسن، بما أنه حضرتك ذكرت موضوع أيضا ضعف المناعة، هل الأشخاص الذين يعانون من مرض الصدفية أو الإكزيما أو أي أمراض جلدية هم أكثر عرضة من غيرهم للتعرض أيضا لمرض سرطان الجلد؟ الأمراض اللي ذكرتيها حضرتك أو الأمراض الجلدية الثانية ما في نسبة خطورة عالية عندهم الإصابة بسرطان الجلد، ولكن خلينا نقول ضعف المناعة مثل الناس اللي عندهم مرض الإيدز على سبيل المثال، أو اللي عندهم مشكلة بالدي ان اي تبع الجلد، إنه ما بيقدر بيرمم بعد التعرض للشمس، بيصير في أذى أحيانا وأحيانا حروق عند بعض المرضى بسبب ضعف في المناعة. هدول المرضى هن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد، وهي تعتبر مجموعات أكثر خطورة. مفروض نراقبهم كل فترة وفترة ونعمل شيء بنسميه المابينج، أو على الأقل نراقب بعض الآفات اللي نحن بنشوف أنه تحمل شيء من علامات الإنذار أو الخطورة عندهم. دكتور، طبيعة جسم الإنسان، هل سماكة الجلد متساوية على كل جسم الإنسان؟ وهل حساسية إصابة منطقة أو احتمالية إصابتها أكثر بسرطان الجلد أو أمراض جلدية أعلى من أخرى هي موجودة في الجسم؟ وين هي هاي المناطق دكتور؟ دائما بنقول سماكة جلد الإنسان تختلف أكيد بين منطقة ومنطقة، بتتراوح سماكتها بين أرق منطقة موجودة اللي هي بالجفن عند الإنسان، أو مثلا السماكة في منطقة راحتين اليد والقدمين على سبيل المثال هي الأكثر سماكة. نحن بنقول دائما في مناطق أكثر خطورة. المناطق المكشوفة باعتبار الموضوع له علاقة بالتعرض للشمس، المناطق اللي على احتكاك مثلا عبارة عن شامة أو عم تتعرض لاحتكاك دائم نتيجة عند الرجل مثلا حلاقة الذقن، أو مناطق اللي هي المناطق التناسلية أو الحساسة، المناطق اللي منطقة الحزام اللي بصير فيه احتكاك دائم، المناطق الأطراف دائما الأظافر، هي مناطق محتملة الخطورة، ومفروض ننتبه على أي تغير لوني أو أي تغير بالحجم أو الشكل لبقعة كانت موجودة أو ظهرت بشكل مفاجئ. دكتور، يعني أود أيضا أن أسألك عن سؤال هذا يعني قد يهم كل السيدات، خاصة يعني اللواتي يحببن التسمير، أجهزة التسمير أو السولاريوم. يعني نسمع كثيرا أنه لها مخاطر عدة، هل بالفعل يعني هل هي آمنة أو لها تحمل مخاطر عدة هذه الأجهزة؟ خطورة صارت مثبتة نحن بنقول بالنسبة للبرونزاج أو السولاريوم. الموضوع فعلا بالنسبة لكثير من السيدات هو موضوع جمالي، ولكن إذا بدنا نقيسه بصحة الإنسان، صحة الإنسان هي الأهم. ففي كثير من دول العالم بلشت تتراجع عن هالإجراء، بلشت تحسب الجرعات بدقة، وبالتالي كثير من الناس اللي عم يطلبوا هذا الإجراء صاروا ممنوعين عنه لأنه أخذوا جرعات كافية، باعتبار الموضوع التسمير أو البرونزاج صار مرتبط بأنواع محددة من سرطان الجلد، فهو عبارة عن مشعر خطر بالنسبة لنا. ويا ريت تصل رسالتنا لكثير من السيدات اللي مهتمات بموضوع البرونزاج أو التسمير. نتمنى. دكتور، شكرا جزيلا لك لهذا الحديث المثير للاهتمام والمفيد أيضا. دكتور محسن قلعجي، اختصاصي الأمراض الجلدية والتجميل.